الولد بالغلط خبط العربية الغاليه بتاعت الراجل. لما الراجل شاف كده نزل من العربية ووقف الولد وقال له: انت عملت ايه ده؟ الولد قال له باعتذار: انا اسف، انا هصلح لك العربية. الراجل صفحه بالايد وقال له: انت اصلا مش هتقدر تتحمل ثمن التصليح، ولا حتى عارف العربية دي بكام؟ دي بمليون دولار، ولو فضلت تشتغل 500 سنة مش هتعرف تدفع ثمنها. وفجأة ظهر ابو الولد وقال: ده خدش بسيط وانا اللي هصلحه. بس الراجل الغني اصر انه ياخد مليون دولار وقال للاب: برضه مش هتقدر تدفعهم. الاب قال له بهدوء: مفيش مشكله، هكتب لك شيك بالمبلغ. الراجل الغني ضحك بسخريه وقال له: شيك؟ اكيد هيطلع شيك مضروب. الاب قال له: خلاص هجيب لك الفلوس كاش علشان تبقى مطمئن. طلع موبايله وكلم حد، وبعد لحظات نزل حارس شخصي من عربيه افخم بكتير من العربيه اللي اتخبطت، وكان شايل شنطتين مليانين فلوس. فتح الشنط لقوا جواهم مليونين دولار كاش. الراجل مش مصدق عينيه من الفرحه. بعدها الاب قال له: بكده العربيه بقت بتاعتي رسمي وهنعمل عقد. وفعلا مضوا العقد. وبعد ما خلصوا الراجل الغني امر كل اللي معاه انهم يكسروا العربيه، وفعلا بداوا يضربوا فيها ويكسروا الازاز. الراجل الغلبان كان واقف مصدوم مش مصدق اللي بيحصل، لانه اتعامل مع واحد اغنى بكتير مما كان يتخيل.